خليني أسألك سؤال بسيط، هل عمرك فكرت الطيارة اللي انت راكبها جاية منين؟ غالبا هتقول أمريكا أو أوروبا، بس الحقيقة إن في أجزاء منها معمولة في المغرب. أيوة، المغرب بلد ما كانش ليه أي اسم في صناعة الطيران، وبقى فيه دلوقتي أكتر من 150 شركة في المجال. السؤال هنا مش الرقم، السؤال إزاي ده حصل؟ وإزاي بلد يبدأ من الصفر ويدخل واحدة من أصعب الصناعات في عمل حاجة أذكى، بدل ما يبدأ من فوق بدأ من تحت. دخل سلاسل التوريد، يعني يعمل أجزاء صغيرة زي الأسلاك ومكونات معدنية وتجميعات. ودي نفس الحركة اللي عملتها المكسيك زمان مع أمريكا. المكسيك ما صنعتش الطيارة، لكنها بقت جزء أساسي فيها. والمغرب عمل نفس الفكرة بس مع أوروبا. الأرقام بتوضح ده. في 2014 صادرات التجميع كانت 3.7 مليار درهم، في 2024 وصلت ل 17.2 مليار، يعني تقريبا 5 أضعاف. وده مش رقم بس، ده دليل إن في ثقة بتتبني. كمان لازم نفهم إن الدخول في سلاسل التوريد مش سهل. الشركات العالمية عندها معايير صارمة جدا، أي مصنع لازم يلتزم بجودة عالية جدا، لأن أي خطأ ممكن يأثر على سلامة الطيران. يعني المغرب ما دخلش بسهولة، لكنه أثبت نفسه، وده حصل تدريجيا. الأول أجزاء بسيطة، بعد كده أجزاء أدق، وبعدين تجميعات، وبعدها بدأ يدخل في حاجات أكتر تعقيد. وده هو البناء الحقيقي للصناعة. ومن هنا بدأ يتحول من مجرد مورد لشريك. ليه الشركات العالمية اختارت المغرب؟ طيارة حقيقية، الطيارة دي فيها آلاف الأجزاء. المغرب بيشتغل في أجزاء كتير منها زي الأنظمة الكهربائية، ودي معقدة جدا لأن أي خطأ فيها ممكن يوقف الطيارة. كمان بيصنع أجزاء معدنية في الهيكل ومواد حديثة زي الكومبوزيت. ولو بصيت على سلسلة الإنتاج هتلاقي إن كل دولة بتعمل جزء. فرنسا بتعمل حاجة، وألمانيا بتعمل حاجة، والمغرب بيعمل حاجة. يعني الطيارة دي حرفيا مشروع عالمي.